زار وفد من شمال كردستان يضم الرئيس المشترك العام لحزب الأقاليم الديمقراطية كاسكين بايندر، وعضو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب سرحات آران، والبرلمانيين صالح آيدنيز، غولغان غاغماز، ومحمد كماتاش. دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا. وتأتي زيارة الوفد إلى إقليم شمال وشرق سوريا للمشاركة في المؤتمر الوطني الكردي الذي سيعقد يوم غد السبت. وذكر الوفد أنهم سيزورون مقرات الأحزاب السياسية والإدارة الذاتية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتنظيمات النسائية والشباب والمثقفين والكتاب والأكاديميين. واستقبل الوفد الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد إلى جانب أعضاء الدائرة خالد إبراهيم وغولستان علي. وخلال اللقاء عبر كاسكين بايندر متحدثا باسم الوفد عن فخرهم واعتزازهم بزيارة إقليم شمال وشرق سوريا، قائلا: نحمل لكم تحيات وسلامات شعبنا بأسره. وأشار بايندر إلى أهمية الكونفرنس المقرر عقده لتوحيد الصف الكردي غدا في مدينة قامشلو، مؤكدا أنه يمثل حدثا تاريخيا يشرفهم أن يكونوا شهودا عليه، معربا عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر اللمنة الأولى للوحدة الوطنية الكردستانية. ومن جانبها أكدت إلهام أحمد استعداد الإدارة الذاتية الديمقراطية لتقديم كل ما يلزم لخدمة أبناء الشعب، مشددة على أهمية الوحدة الوطنية. بعد كل هذه التضحيات، المجيء إلى روجافا بالنسبة لنا مصدر فخر واعتزاز، وهي لحظة تاريخية في الحقيقة. كل بقعة في روجافا تدل على المقاومة والنضال، ودائما نحتذي بروجافا كردستان كرمز لنا في زياراتنا ومؤتمراتنا، فالتعايش المشترك هنا من أجلنا جميعا وللعالم أجمع. هذه التجربة هي مثال للنجاح والفخر. ربما تكون مساحة روجافا صغيرة، ولكن مقاومتها ووجودها وانتصارها وصل إلى العالم كافة. ومن اليوم فصاعدا يجب العمل على تحسين الظروف المعيشية والإعمار في روجافا، فيقع على عاتقنا عمل أكبر، واستمرار الدعم والاستمرار في النضال في إطار وحدة الصف الكردي. يجب أن يعلن الكرد هنا وحدتهم، والعمل مستمر في أجزاء كردستان الأخرى في هذا الاتجاه. والمؤتمر الذي سيعقد يوم غد في قامشلو خطوة مهمة جدا. رأينا هنا في روجافا تعايشا مشتركا، واليوم التجربة الديمقراطية في روجافا وإدارتها الديمقراطية لا تشكل أي تهديد لأحد، لا لتركيا ولا لغيرها. ونجاح وضمان هذه التجربة سيؤثر بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط ومجتمعاتها. يجب أن تنتقل هذه الديمقراطية إلى مناطق أخرى أيضا. هذه الإنجازات والنجاحات تحققت بالرغم من الظروف الصعبة على مدار أكثر من 13 عاما من الحصار والهجمات، وهنا نرى ثقافة الأخوة والتسامح وقبول الآخر. نحن ننادي جميع الأطراف لاحترام هذه المكتسبات وهذه التجربة الرائدة في الديمقراطية والتعايش المشترك، ودائما نرى أن الحراك الدبلوماسي للإدارة الذاتية سياسيا أو اجتماعيا يدعو إلى السلام وقبول الآخر. وهكذا كانت رسالة القائد عبد الله أوجلان: الدعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي.